اللي انت سمعته ده مش صوت متفبرك. الصوت ده اتبعت لي لشخص بيتعذب. طب مين اللي بعتهولي؟ وايه علاقتي بكل ده؟ كل ده ما كنتش اعرفه في وقتها، ولكن اللي شفته كان صعب جدا. شاب قاعد في اوضه مقفوله، وقاعد على كرسي، والاوضه من حواليه كلها فاضيه، وهو كان مربوط في الكرسي ده، وكل اللي كان بيعمله عمال يصرخ. طب هو بيصرخ ليه؟ كأن في حاجة بتكهربه مثلا. ده بالرغم ان ما كانش فيه اي حد معاه في الأوضة. طب انا مالي بكل ده؟ السلام عليكم. قصة النهاردة هي تجربة مرعبة مريت بيها من فترة مش كبيرة يعني، ولكن قررت ان اطلع واحكيها لكم. بصراحة اترددت كتير ان انا احكي الكلام ده، لان الموضوع ده ليه علاقة بناس انتوا عارفينها كويس قوي، بالدارك ويب. ولكن كان لازم الناس كلها تعرف اللي حصل لي، علشان بعد كده محدش يفتح اي لينك من غير ما يعرف ايه ده، لان اللي حصل لي بالغلط، يعني ممكن يحصل لك انت كمان. قبل ما نبدأ خلونا نقول الطقوس بتاعتنا. لو انت بتخاف فيا ريت ما تتفرجش على القصة دي، مش هقولك ما تتفرجش عليها خالص، يا ريت ما تتفرجش عليها وانت قاعد لوحدك. اما بقى لو انت مش بتخاف فتعالى قرب. عاوزك تقعد كده في الأوضة بتاعتك، وتهدي لي النور شوية، وتحط لي السماعات في ودانك، علشان هاخدك معايا لتجربة مرعبة جدا. للي ما يعرفنيش أو أول مرة يشوفني، أنا محمد نبيل، وده برنامج فوق التراب. ويلا بينا نقول بسم الله. الحكاية كلها بدأت لما في يوم كنت قاعد في الشغل بتاعي، ووسط ما انا قاعد شغال كنت حاطط الايربودز في ودني، وقاعد مشغل ميوزك، وقاعد شغال عادي، والتليفون ركنه بعيد. مرة واحدة وسط ما الاغاني شغالة لقيتها فصلت كام ثانية كده، ووصل صوت رسالة. فقمت من مكاني وجبت الموبايل بتاعي اللي كنت حاطه على الشاحن، وفتحت علشان اشوف لو حد بعت لي حاجة على الواتساب، ولكن لقيت الرسالة مبعوتة على الماسنجر. ففتحت الماسنجر، ولقيت الاكونت اللي بعتهولي مش صديق عندي، حاطط صورة سودا، ومكتوب عليها كلام بالانجليزي كتير. ما ركزتش فيه طبعا وقتها، مش لسه هقرا كل ده، انا عايز اشوف هو بعت ايه علشان اعرف هو مين ده وعاوز ايه. ففتحت الرسالة ولقيتها لينك، وتحت اللينك ده كان مكتوب اللي انت عاوزه اهو، البث شغال دلوقتي. مين ده وايه اللي انا عاوزه وفيديو ايه؟ فقلت يمكن حاجة ليها علاقة بالفيديوهات بتاعتي اللي أنا بنشرها على اليوتيوب أو التيك توك. فقلت أشوف مين ده، يمكن مونتير مثلا وبيعرض عليا شغله. فعملت الغلطة اللي ما كانش لازم أعملها، ودوست على اللينك. أول ما دوست على اللينك لقيت التليفون بدأ إن هو يدخل في حاجات ويخرج فيها مواقع كتير، يدخل ويطلع يدخل ويطلع، لحد ما لقيته دخل على حاجة مش مفهومة كده. كل اللي كان واضح قدامي هو فيديو في النص، وفوقه كان فيه كلام كتير، وتحته كان فيه لينكات اكتر. المهم خلينا في الفيديو اللي كان في النص. الفيديو ده كان متصور بكاميرا مراقبة، كان متصور بزاوية، يعني كان جايب أوضة كبيرة وفاضية، والكاميرا كانت محطوطة في زاوية فوق في الأوضة. اللي كان في الفيديو ده كان كرسي، مجرد كرسي فاضي. البث فضل شغال كده لمدة بتاع 7 8 ثواني، وبعدها سمعت صوت غريب، صوت باب بيتفتح. وبعد ما الباب اتفتح لقيت ناس ظهرت قدامي، واضح انهم دخلوا من باب الأوضة. كانوا 2 مخبيين وشهم بقناع اسود، وكانوا ماسكين شاب، وواضح انه ما كانش قادر يزق رجله في الارض، وكان متكتف من ايده ومن رجله، وراحوا مقعدينه على الكرسي اللي في نص الأوضة. وبعد ما قعدوه جابوا الحبل اللي كان في ايديهم وربطوه حوالين الشاب ده علشان ما يعرفش يتحرك. بعدها سابوه، وسمعت تاني صوت باب الأوضة وهو بيتقفل.
ما كنتش فاهم اي حاجه، هو ايه اللي بيحصل ده؟ كنت فاكر ان ده فيديو متسجل قبل كده، ولكن الغريبه ان الفيديو ده بس مباشر، متصور دلوقتي. ففضلت مركز وانا مش فاهم. كل اللي انا محتاجه ان انا افهم ايه ده وليه بعت لنا. ومره واحده لقيت الشاب رفع راسه لفوق وفضل يصرخ، ما كنتش عارف هو بيصرخ ليه. الصراخ مش صراخ حد بيستغيث علشان حد يسمعه، لا، ده صراخ ألم، صراخ تعذيب، كأن حد بيعذبه. بس مين اللي بيعذبه وهو في الأوضة لوحده؟ الأوضة كانت فاضية ومفيش فيها أي مخلوق غيره. يمكن الكرسي اللي هو قاعد عليه فيه كهرباء مثلا، مش عارف. المهم إني كنت شايفه عمال يصرخ بطريقة هستيرية. ومرة واحدة لقيته سكت تماما، وراح منزل دماغه لتحت وسكت. فضلت مستنيه ان هو يرفع راسه تاني او يتكلم ويصرخ يقول اي حاجه، ولكن ده ما حصلش. وسمعت تاني صوت الباب وهو بيتفتح، ولقيت الاتنين اللي دخلوا قبل كده دخلوا تاني وهم لابسين نفس الاقنعه على وشهم، وراحوا فكينه وراحوا شايلينه من على الكرسي وخدوه وطلعوا بيه بره الاوضه. وبعدها بحوالي ثواني قليله كان البث انتهى. بعد ما البث انتهى نزلت كده على الموقع علشان اعرف ايه ده، ولكن في اخر الموقع من تحت قريت جملة كبيرة بالانجلش مكتوب عليها دارك ويب. طبعا كنت فاهم يعني ايه دارك ويب، وعلى ما اظن يعني اي حد دلوقتي عارف يعني ايه دارك ويب. فاللي عملته اني رحت طالع بسرعة من الموقع ده، ورحت ماسح اللينك اللي اتبعت لي، وعملت حظر للشخص اللي بعته لي، وانا عمال ادعي يا رب ما فيش حاجه تحصل لي. ليه الفيديو ده اتبعت لنا؟ المهم اليوم ده طبعا ما عرفتش اشتغل، وخدت بعضي وطلعت من المكان اللي انا شغال فيه، وكلمت واحد صاحبي وقعدنا على القهوه اللي متعودين نقعد عليها دايما. واثناء ما كنا قاعدين كان ملاحظ توتري، فقال لي مالك يا نبيل، قاعد مش على بعضك كده يعني. فحكيت له كل اللي حصل معايا. قلت له والله يا زياد، الامر واحد اتنين تلاته، وكنت قاعد ولقيت اللينك ده اتبعت لي ودخلت في عالم الدارك ويب وكده. فلقيته قال لي وهو بياخد بق من كوبايه الشاي اللي كانت في ايده: يا عم انت هتصيع علينا دارك ويب ايه وبتاع، وانت فاهم يعني انك سهل تدخل الدارك ويب؟ بقول لك ايه، انا مش ناقص جنان، هو ده اللي حصل. قال لي طب فين اللينك اللي اتبعت لك؟ قلت له مسحته، انا هسيبه طبعا، انا عبيط يعني عشان اسيبه لحد دلوقتي؟ قال لي طب بص، لو اللي انت بتقوله ده حقيقي، فاللي المفروض تعمله انك تعمل سوفت وير للتليفون كله دلوقتي، يا اما ترميه خالص. قلت له يا عم خليها على الله، ان شاء الله يعني مفيش حاجه هتحصل، ويكون الفيديو ده اتبعت لي بالغلط كده وخلاص، ومفيش اي حاجه هتحصل. المهم سيبك، بس سيبك من كل ده، قوم هات دومنه، قوم هات دومنه وتعالى نلهي نفسنا في اي حاجه. وجبنا الدومنه وقعدنا نلعب على امل يعني ان انا افوت الموضوع واشغل نفسي بحاجه. ولكن حتى وانا بلعب كنت عمال افكر وخايف، اصل الموقع ده مش موقع عادي يعني. المهم بعد ما خلصت طلعت على البيت ونمت، وصحيت تاني يوم طلعت على الشغل، وروحت ونمت، وتاني يوم رحت على الشغل. وفات اسبوع ومفيش حاجه حصلت، لحد ما قلت خلاص كده كده يعني فات كتير فما فيش حاجه هتحصل. لحد ما في يوم لقيت رقم برايفت بيرن علي، فرديت وقلت له الو. سمعت صوت تخين كده، ولقيته قال لي نبيل معايا؟ فقلت له ايوه انا نبيل. قال لي ما انا عارف ان انت نبيل، معاك المندوب الاحتياطي من موقع الدارك ويب. الكلمة نزلت عليا زي الصعقة. قلت له مندوب ايه ودارك ويب ايه؟ انا معرفش اي حاجة. قال لي اهدى، انا عارف ان اللي حصل لك مش سهل، ولكن خلاص اللي حصل حصل. الفيديو اللي اتبعت لك ده اتبعت لك بالغلط، كان المفروض انه يتبعت لحد تاني، ولكن اتبعت لك انت. ولما عرفنا كل حاجة عنك اخترناك علشان تبقى من ضمن اعضاء الدارك ويب. فقلت له انا مش عايز ابقى من ضمن اعضاء ولا اي حاجه. انت دلوقتي بتقول ان الفيديو بعت لي بالغلط، خلاص انا ولا كاني بعت لي اي حاجه. لقيته ضحك كده وقال لي
وانت فاكر ان دخول الحمام زي خروجه؟ اللي انت شفتها دي كانت الغرفة السوداء اللي مفيش حد بيدخلها ويخرج منها سليم. والشاب اللي انت شفته جواها ده كان شاب زي حالتك كده، قال لا انا مش عاوز ادخل. فنهايته انت اكيد شفتها، و330 الف واحد غيرك شافوها. قلت له طب انا اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. قال لي ولا حاجة، هتعمل اللي يطلب منك وبس. ولقيته قفل الخط، وفضلت قاعد افكر يا ترى ايه اللي هيحصل. فكرت اني اتخلص من التليفون لان دي الطريقه الوحيده اللي ممكن يجيبوني بيها. وبالفعل ما بعتوش التليفون، انا دغدغته 100 حته بالخط بكل حاجه ورميته، واشتريت تليفون جديد. ولكن اكتشفت ان ده ما كانش الحل علشان يسيبوني في حالي. لحد ما في يوم وانا قاعد لقيت لينك تاني اتبعت لي، ولكن المره دي اتبعت لي على الواتساب. وغلطتي إني فتحت اللينك لتاني مرة. ولما فتحته لقيت حاجة غريبة، لقيت نفسي وأنا متصور في البيت. ومش كده وبس، يعني مش حد مهكر تليفوني وشايف أنا بعمل إيه، لأ، أنا كنت نايم في الأوضة بتاعتي. واللي حصل إن لقيت حد مصورني في أوضتي وأنا نايم. بعد ما اتفرجت على الفيديو كنت في حالة ذهول. مين اللي قدر يدخل بيتي ويصورني وأنا نايم جوه أوضتي؟ وبعد ما اتفرجت على الفيديو لقيت رسالة تانية اتبعتت لي على نفس الرقم، وكان مكتوب فيها لو فاكر اننا مش هنعرف نجيبك تبقى غلطان. انت خلاص اتكتب لك انك تكون معانا بإرادتك او غصب عنك. هبعت لك عنوان دلوقتي تيجي عليه، ولما تيجي على هناك هتفهم كل حاجة. قدامك ساعة من دلوقتي، لو اتأخرت انت عارف اللي هيجرالك. فضلت قاعد شوية افكر، ما كانش في حل. اللي خلاهم يدخلوا بيتي ويصوروني وانا نايم مش صعب عليهم انهم يقتلوني او يقتلوا اي حد حواليا. فعلشان كده قمت لبست ونزلت وطلعت على العنوان اللي قال عليه واللي كان على الطريق الدائري. فضلت واقف وانا مش عارف انا بعمل ايه هنا. واقف على الطريق مفيش اي حاجه غير صحراء على يميني وعلى شمالي، والطريق في النص والعربيات رايحه جايه. وحصل اللي انا كنت متوقعه، لقيت عربيه جيب سودا وقفت قدامي وركبوني بالعافيه. وطبعا اول ما ركبت غموا عليا، ولما فتحتها تاني لقيت نفسي واقف في مكان كبير. مكان كان فيه ممر عينك ما تجيبش اخره، وعلى يمينك اوض وعلى شمالك اوض. فضلت ماشي في الممر وكنت لوحدي وقتها ماشي، وكل ما افتح اوضه ما كانتش بتفتح. فضلت ماشي لحد ما وصلت لاخر الممر، وفي اخره كان في اوضه. الاوضه دي لما فتحتها اتفتحت، واول ما دخلت لقيت حاجه غريبه. كان في واحد قاعد قدامي، قاعد على كرسي كده ومكتب، ولكن شكله كان عادي كده. دقنه مربيها على الموضة، وجايب شعره لورا، ولابس بدلة. يعني شكله ما كانش مخيف ولا حاجة. قربت منه وقعدت على الكرسي اللي قدامه وانا بقول له انتوا عايزين مني ايه؟ لقيته ولع سيجارة ونفخ الدخان في وشي وهو بيقول لي كل واحد بيجي هنا بيبقى مكتوب له حاجة معينة. في ناس بنختارها علشان تيجي هنا وتموت، وفي ناس بنختارها علشان تيجي هنا وتشتغل معانا وتبقى عينينا اللي بره. وفي ناس تانية زي حالتك لما بتدخل هنا ما ينفعش انها تطلع تاني الا لو وافقت انها تشتغل معانا. ولو ما وافقتش انت عارف مصيرك هيكون ايه، مش هتطلع من هنا ومحدش هيعرف عنك حاجة. والفيديوهات بتاعتك اللي هنصورها لك وانت ميت آلاف من الناس هتشوفها، وهناخد مقابل ده فلوس. فاختار، تحب تموت ولا تعيش؟ فقلت له دي عايز اختيار؟ اعيش طبعا. قال لي خلاص انا هتفق معاك اتفاق، انت هتوصل للناس كل اللي حصل معاك بالظبط. يعني هتحكي لهم من اول ما اللينك وصل لك لحد ما دخلت الغرفة دي، ولحد برضو لما تطلع منها. قلت له طب وانتوا مستفادين ايه من كل ده؟ قال لي مالكش دعوة، الاستفادة مش هتيجي دلوقتي،
انت هتعمل اللي بنقولك عليه وبس. هتسجل فيديو زي ما بتعمل، وهتحكي للناس التجربة اللي حصلت معاك، وهتنشر الفيديو، وهو ده كل المطلوب منك. فقلت له ماشي، وطلعت من المكان، وزي ما رحت له زي ما طلعت منه بنفس العربية ونفس تغمية العين لحد ما وصلت للبيت. وصلت للبيت وزي ما انتوا شايفين بدأت ان انا اسجل اللي حصل لي واحكيه، وانا مش فاهم اي حاجة. المهم، وانا بصور دلوقتي وصلت لي رسالة. الرسالة دي مكتوب فيها ده مش هيكون اول فيديو تنزله. الفيديو ده لما تنزله هنحصد عدد من المشاهدات بتاعته، والعدد ده هيكون من ضمنهم أعضاء مننا، والأعضاء دي هتحب إنها تنضم لعالم الدارك ويب في تخصصات بقى معينة. ومنهم كتير اللي بيحب الفرجة، يتفرج على فيديو مثلا زي اللي بعت لك بالغلط، ولكن الفيديو بتاعك لو ما جابش مشاهدات فاعرف إن دي هتكون نهايتك، وده هيكون آخر فيديو تنزله. يعني باختصار، الفيديو ده لما تنزله لو جاب مشاهدات كتير هتبقى خلاص شغال في الدارك ويب، ولو ما جابش مشاهدات هتبقى نهايتك، وهيكون آخر فيديو ليك، وبعدها محدش هيعرف عنك حاجة. وبس كده. وهي دي التجربة اللي حصلت معايا، والاختيار أنا سايبه ليكم. يمكن يكون بعد كده في جزء تاني، ده لو الفيديو جاب مشاهدات. أما بقى لو ما جابش مشاهدات فانتوا عارفين اللي هيحصل. أشوف وشكم بخير.